بشعب الله الوطن الملك. يستهل هذا الموجز من المغرب، حيث حل وفد أمريكي إسرائيلي من مستوى عال بعد الزوال بمطار الرباط سلا في زيارة للمملكة. الوفد يترأسه المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات. زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى المغرب يتصدر جدول أعمالها ملفات تجارية واقتصادية عطفا على ترتيبات دبلوماسية. وفي هذا الإطار يوقع الجانبان جملة من الاتفاقيات تشمل عددا من المجالات. نواصل مع الشأن المغربي، فقد أشرف اليوم بالرباط وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون والمدير الإقليمي للبنك العالمي في المغرب العربي جيسكو هانتشيل على توقيع 3 اتفاقيات تمويل بغلاف إجمالي يبلغ 800 مليون دولار تهم الحماية الاجتماعية وبرنامج الجيل الأخضر وبرمجة وعصرنة النقل الحضري. في ملف كورونا، قررت الحكومة المغربية اتخاذ إجراءات احترازية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد على الساعة 9 ليلا ولمدة 3 أسابيع. هذه الإجراءات سيتم تفعيلها بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية للتصدي لفيروس كوفيد-19، تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء، مراكش، أكادير وطنجة. وفي جديد الوضعية الوبائية بالمملكة، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و2791 حالة شفاء و30 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية. وفي سياق متصل، أفاد رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة عبد الكريم مزيان بالفقيه اليوم بأن مؤشر توالد الحالات على الصعيد الوطني مستمر في التحسن، حيث استقر عند 0.93% إلى غاية 20 من دجنبر الجاري. أما فيما يتعلق بمنح الوفيات الأسبوعي، فقد عرف بدوره انخفاضا على المستوى الوطني خلال الأسبوعين الأخيرين بواقع 12.1%. السلالة الجديدة من فيروس كورونا تستمر متصدرة الانشغالات على المستوى العالمي في القارة الأوروبية. مهد هذه السلالة، قال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إنه سيعقد اجتماعا لأعضائه بهدف مناقشة تنسيق استراتيجيات مواجهة مستجدات الوضع الوبائي. الفرع لم يحدد موعدا للاجتماع المرتقب، بيد أنه ألح على ضرورة الإبقاء على التنقل والإمدادات بالسلع الأساسية في وقت تتسع فيه قائمة الدول المعلقة للرحلات القادمة من المملكة المتحدة. 8